في هذا العصر بتكثر الحلول السريعة لإنقاذ الوزن، زي الرجيم القاسي وزي الأدوية. لكن المفاجأة إن صحيفة التليجراف البريطانية سلطت الضوء على هذا الموضوع، وقالت على فكرة في 5 أطعمة يمكنها أن تؤدي نفس الوظيفة بتاع أدوية التخسيس، أو تساعدك جدا على الرجيم. بتقول ان دي يعني مواد طبيعيه واطعمه موجوده في السوق. اول حاجه قالت الشوفان او الحبوب الكامله، وقالت يعني ده بيشبع، وعلى فكره في الصباح بيبقى كويس. طبعا تاني حاجه البيض، وقالت بيضه او 2 في الفطار، دي هتخليك تبقى شبعان وهتغنيك بالبروتين وعنصر غذائي بيهضم ببطء، فاجعلك تشعر بالشبع بفتره طويله قوي، ما تبقاش جعان. طيب البيض بقى قال لك ايه؟ قال لك ما فيه كوليسترول ده ضار. قال لا، ده خيار امن وصحي، والحقيقه ان الناس كتير جدا نفت ان يكون به كوليسترول ضار. هو قالت لك يعني ما تزودش عن بيضة او 2 في اليوم، لان ده مهم ليك انت حتى كمان من غير رجيم يعني. الحاجة التالتة بقى اللي هي المهمة قوي واللي بتنصح بيه كل الدراسات الطبية، هو المكسرات زي اللوز والجوز. بقول لك ده بيشبع فعلا وغني بالبروتين والالياف والدهون الصحيه. بقول لك يعني قليل منه هيشبعك، وفي نفس الوقت هيديك طاقه وهينظم لك الشهيه، وهيبقى بيساعد على رفع الكوليسترول النافع. مكسرات مهمه طبعا، فهي يعني اذا كانت انت بترى انها غاليه الثمن، في بديل ليها جميل قوي ونفس يعني الفايده، وهو العدس والفول. ايوه، بيقول لك يعني ما كنتش هتقدر تجيب مكسرات عشان غاليه الثمن، انت عندك عدس وعندك فول ممكن يديك نفس النتيجه بتاع المكسرات. تالت حاجه بقى اللي هو مهم قوي، وهو الافوكاتو. يعني بيقول لك واحده بس غنيه بالدهون الاحاديه غير مشبعه، وانها بتشبع، وانها بتديك طاقه طول اليوم، ونصح انك انت تاكلها واحده بس. قال لك بقى كمان الخضروات دي مهمه جدا جدا، ولازم يعني يبقى وجبه اساسيه في طعامك. على فكره انا حبيت اقول لك ان التلجراف قالت ان ممكن طعامك يخسسك.